السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ رجع لكم النهاردة في فيديو جديد. جاية اقولك على طريقة حلوة قوي للفراخ المشوية، اتمنى تجربيها وتعجبك. معايا بصلاية متقطعة حلقات، وانا هنا استخدمت بصل احمر وبصل ابيض عشان البصل الاحمر بيدي تسكيرة كده حلوة قوي للاكل. بعدين هضيف عليها واحدة فلفل رومي، واحدة شطة، ورق لورا، ملح، فلفل اسود، بابريكا، السبع بهارات، جنزبيل، معلقة صلصة، معلقة دبس الرمان، عصير ليمونة، معلقتين زيت ومعلقتين خل. هقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه وابدأ اتبل بيه الفراخ. اهم حاجة وانا بتبل الفراخ اخلي التتبيلة بالبصل بالخضار ده كله يدخل في كل حتة في الفرخة، يعني تحت جلد الفرخة، يعني جوه بطن الفرخة، في كل حتة، وكمان ادلك بيها من بره. سيبيها بقى في التتبيلة من ساعتين لليلة كاملة. نرص الفراخ بتاعتنا في صينية تدخل الفرن. هغلفها بورق زبدة، ورق الزبدة يكون مبلول مية علشان ما يلزقش في الفراخ. كمان هحط عليها ورق فويل ونقفل كويس جدا. اهم حاجة ان احنا نقفل كويس جدا علشان احنا مش هنضيف اي حاجة، احنا هنسويها كده من غير اضافة مية. هدخلها فرن متسخن على درجة حرارة 200 لمدة ساعة ونص، وبعد كده هشيل ورق الزبدة واخلي الوش بتاعها يتحمر عشان تطلع معانا بالشكل القمر ده. اتمنى تجربوا الطريقة وتعجبكم. تنسيش اللايك والشير. اشوفكم على خير.